الصقور الخضر يحجزوا مقعد في كأس العالم للمرة السابعة في التاريخ، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود ورؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه ويطول في عمره، وأيضا وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الله يحفظه ويطول في عمره. جيل بعد جيل نثبت ان الصقور الخضر ما يعرفوا المستحيل. مبروك لكل سعودي ومبروك للوطن على امريكا وديني. كرة رفضت العراق، ضاعت من علي جاسم، ضاعت من علي جاسم. يا الله، في اخر الدقائق يا عراقي السعودية لكأس العالم بسبب هدف، بسبب انه ما سجل اندونيسيا. الكرة رفضت العراق. مبارك للسعودية للتأهل لكأس العالم، وهارتك يا عراقية، هارتك يا عراقية. يا الله يا الله يا الله، صدها بآخر الدقائق. يا الله العراقي، كان الله في عون العراقي، كان الله في عون العراقي. بوم يا اخوان، السعودية تتأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة يا اخوان، اللهم لك الحمد. طبعا يا اخوان 2018 تأهلنا، 2022 تأهلنا، و2026 تأهلنا بعد. بيض الله وجيهكم. طبعا يا اخوان الاسطورة السعودية سالم سيقود منتخبنا إلى كأس العالم 2026 بإذن الله تعالى. سالم هو من سيقود المنتخب رسميا يا اخوان. سالم يحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء يا اخوان، مستحقة يا الجوت، مستحقة الأفضل، مستحقة الأمتع، أقسم بالله ما قصرت يا سالم. اللهم لك الحمد. السعودية إلى كأس العالم رسميا خلاص. بيض الله وجيهكم لاعب، أقسم بالله ما قصرتوا، سويتوا اللي عليكم وزيادة بعد يا شيخ. الله يسعدكم يا شيخ. لا تنسون اللايك والإضافة وأنت ماشي، والتعليقات لكم يا حبايب. مشكلة الماتشات اللي بتبقى فرق عربية ضد بعض انك ما بتعرفش تاخد صف حد ضد حد، ومن جواك فعلا بتبقى زعلان على الفريق اللي خسر وفرحان للفريق اللي كسب. المنتخب السعودي يتأهل إلى كأس العالم 2026. هيرفي رونار يوفي بوعده ويوصل المنتخب السعودي إلى كأس العالم وينتشلهم من غياهب الظلمات اللي كانت فيها المملكة العربية السعودية على المستوى الكروي مع السيد منشيني سابقا، وبيقدر ان هو يتأهل لكأس العالم. لكن الحقيقة برغم ان من كل قلبي الف مبروك للجمهور السعودي، وهارد لك برضه من كل قلبي للجمهور العراقي اللي كان عنده امل كبير جدا ان فريقه يعمل حاجه النهارده. لكن اعتقد ان دي واحده من الماتشات اللي لو انت بتتفرج كطرف محايد مالكش منتخب معين بتشجعه او فرقه بتحب ان انت تتفرج عليها، انا في اعتقادي ان انت لا هتبقى طايق المنتخب اللي اتاهل ولا طايق المنتخب اللي ما تاهلش. المنتخب السعودي يعني اعتقد لولا نواف العقدي في الدقيقه الاخيره الراجل قدر ان هو يشيل فاول عظيم جدا في اخر ثواني ضمن بيه المكسب للمملكه العربيه السعوديه. في اعتقادي ان الجمهور السعودي كان قاعد في المدرجات بيسن السكاكين لخط الهجوم كله، خط الهجوم كله شاملا سالم الدوسري بفراس البريكان بصالح ابو شمات بسعود عبد الحميد، بكل الناس اللي جالها فرص قصاد المرمى وضيعتها من جانب المنتخب السعودي. لكن خلينا نتكلم بصراحه، من قبل الماتش ما يتلعب ومن قبل المباراه ما تتلعب للاسف حظوظ المنتخب السعودي هي كانت اكبر، الحظوظ المنتخب العراقي كانت قليله بشكل كبير جدا. وعلى مستوى المباراه واللي انا اتفرجت عليه، إذا كنت بلوم على المنتخب السعودي إن خط الهجوم ضيع فرص النهارده، فأنا بلوم بشكل كبير جدا على المنتخب العراقي اللي في اعتقادي ما كانش على مستوى الحدث، وفي اعتقادي في حالة قبول كبيرة جدا موجودة عند الشعب العراقي إن المنتخب العراقي ما كانش يستحق ان هو يتواجد في كاس العالم بشكل او باخر. لكن خلينا نشوف على مستوى الملحق الامور هتمشي ازاي ما بين المنتخب العراقي والمنتخب الاماراتي. ولكن بصراحه يا جماعه انا نفسي قاطع لحد هنا ومش قادر ان انا اكمل معاكم في الملحق ده. الدنيا يعني ايه صعبه شويه. الف مبروك للجمهور السعودي. هنكون لايف على جاكو بعد نهايه المباراه، وهارد لك للمنتخب العراقي، وباي. رسميا المنتخب السعودي يتأهل إلى كأس العالم على حساب العراق، ومنتخب قطر يتأهل على حساب الإمارات. أرض لك لقطر والعراق، ومبروك للسعودية، وكده 7 منتخبات عربية في كأس العالم لأول مرة في التاريخ. يا أخي أنا عاشق لسالم الدوسري وبدي أسأله سؤال، إيش هذا الجمال؟ يا أخي عمل كل حاجة غلط النهاردة ومع ذلك خد رجل المباراة، ما تستحي على وجهك. أكتر حاجة فرحتني النهاردة بقى فوز منتخب إيطاليا
على اللي ما يتسموا الجرابيع اللي قدامك دول. تاريخ يا ايطاليا والله. هيدا هو معنى الفخامه بتوقف دول يا جماعه. هيدا هو معنى الفخامه. هيدا هو معنى الفخامه يا اخي سامحونا يا منتخب عراقي وسعودي، اول شوط خلص هون صفار، بينما هيدا نازل يا معلم اهداف رأسيات. شوف الضحكه، شوف اصبح هداف اخو الشليتي، اصبح هداف التاريخي لتصفيات كأس العالم، هداف تاريخي 40 هدف او 41 هدف، 41 هذاك الاول 41 هدف. ماكينه يا اخي ماكينه. يلا يا سعودي ويلا يا عراقي، بدنا نستمتع شوط ثاني. هيدا المتعه اللي قدامك يا معلم، يلي عم بيعطينا شويه نفس بتوقف دول يا اخي. يلا ولك. والله انه المنتخب السعودي ضيع هدفين محققين، وجلال حسن كل العراقيين الان بيشكروك. اذا تأهلت العراق انت سبب، انقذهم. سالم شو قاعد بيعمل؟ المنتخب السعودي ضيع تأهله لكأس العالم، هسه بخطر، ممكن العراق يسجل باخر ثواني، ممكن العراق يسجل، ممكن العراق يصحى. السعودية اخطر، بس جلال حسن انقذهم، والسعودية قاعد بتضيع، واللي بيضيع بيقبل. يا عالم شو المباراة المجنونة اللي قدموها العراق والسعودية، شو هالمباراة الجميلة يا سعودي ويا العراقي. في هاي النتيجة تعادل، السعودية متأهلة كأس العالم، في هاي النتيجة الحالية. لسه الشوط الثاني خلينا نشوف ايش حصير. بس يسعد قلبكم على هيك مباراة يا اخي، بتحس كل لقطة حماس، بتحس بمباراة نهائية يا اخي، متعة بكرة القدم من سنين ما شفتها. اقسم بالله مباراة على اعصاب، انا لا عراقي ولا سعودي وعلى اعصابي، فكيف العراقي والسعودي الله يكون بعونكم. اقسم بالله جنون. ايش حصير الشوط الثاني؟ مين راح يتأهل؟ اقسم بالله مش عارف. السعودي والعراقي 60,000 شكرا من الأعماق، قبلة على جبين كل من حضر، شكرا من الأعماق، شكرا لكم، حضور مشرف، دائما حاضرين مع الأخضر، بإذن الله متأهل.